ايه مساء الخير، ايه قاعد؟ لا تفتكر هنسيب الاهلي كده واحنا قاعدين؟ لا، في يوم الجمعه الجميل ده لازم نطلع نروش عليه. طبعا اليومين دول نادي الاهلي بيمر بايام صعبه جدا لان هو عنده ظروف. لا مش الظروف دي يا قليل الادب. نادي الاهلي اليومين دول مستباح والدنيا عنده مكركبه والعيال بتضرب في بعض والدنيا بايظه، فنيجي نبص نلاقي النادي الاهلي بكيانه باعلامه بقناته الجميله طالعين يكدبوا خبر ان في لعيب اتزحلق عندهم في الحمام. طب ما يتزحلق يا عم وفيها ايه؟ لكن اطلع بيان رسمي من النادي الاهلي على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعه يقول ان في عندنا لعيب اتزحلق؟ لا 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 لا، الموضوع صعب. فطبعا ده ياكد ان في مشكله كبيره جدا جوه النادي الاهلي. نسكت؟ لا ما نسكتش. نلاقي الكابتن احمد شوبير حماده حبيبي اكبر مدلس في مصر يطلع على القناه الرسميه للنادي الاهلي ويقول لك اشاعات 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 مغرضه، لعيب اتزحلق. انتوا مالكم؟ واخدين بالكم انتم من التدليس؟ الحوار كله بيجي ان في صحفي اهلاوي قال ان في مشاده وخناقه ما بين امام عاشور وعمر كمال عبد الواحد ادت الى ان عمر كمال اتنرفز وكان عايز يمسك امام عاشور يضربه، بس طبعا الراجل مسك نفسه كده من الغضب فقال لك مش مهم، فمشي راح الحمام وهو رايح لقى لوح ازاز قام ضربه بايده فايده اتعورت واخد 20 غرزه ودمه ساح والدنيا اتكهربت معاهم، حتى كهربا هو اللي جري وجاب الدكتور ونده الاسعاف وخده على المستشفى. فطبعا لا، نادي الاهلي ده ازاي قام ماسك الصحفي ده غسيل ومكوى؟ انت ازاي يا ابني تطلع الاسرار؟ وبهدله وشبه طرده من النادي. وطبعا الصحفي ده الحمد لله رب العالمين عامل لهم فيديو فاضحهم فيه. فانا دلوقتي جاي اتكلم في نقطه مهمه في وسط السوشيال ميديا والانفتاح اللي احنا فيه، والخبر بيحصل دلوقتي كلنا بنعرفه بيحصل كده في النادي الاهلي وبرضه بيكدبوا. امال زمان ايام ما كنا بنستنى الجورنان بعدها ب 12 ساعه او تاني يوم كان ايه اللي بيحصل؟ يا جدعان ده انتوا كنتوا عايشيننا في حقبه زمنيه اعلاميه. بصوا، علبه سردين كان مقفول عليكم ما حدش كان يقدر يفتح بقه، لكن دلوقتي بالتليفون هو انا بكلمك اهو ممكن يجي لي خبر عن النادي الاهلي عادي جدا. كان زمان بقى ايه؟ القضايا تتستف، المشاكل اللي يتردم عليها ما حدش يقدر ولا يجرؤ يفتح بقه، لكن دلوقتي الحمد لله. ندخل بقى على امام عاشور. امام عاشور اللي الاهلاويه والكابتن عادل القيعي طلع في قناه الاهلي الرسميه وقال لك تربيه امام عاشور في نادي الزمالك مختلفه عن تربيه امام عاشور في النادي الاهلي. اقول لكم على حاجه، روحوا استحموا، روحوا استحموا في الحمام اللي بيقع فيه عمر كمال. طب امام عاشور لو ربع ما هو في نادي الزمالك عندكم في الاهلي هيبقى احسن. طب امام عاشور اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كان نجم نادي الزمالك وهو ايام ما كان بيلعب في نادي الزمالك. اتفرج على ماتش الزمالك والاهلي في نهائي الكاس لما هو جاب جون، كان الزمالك بيلعبكم بثلاث لعيبه بس، زيزو وبن شرقي وامام عاشور. امام عاشور كان مروقكم. بلاش ده كله، اتفرج على ماتش الزمالك والهلال السعودي في افتتاح ملعب لوسيل، والله العظيم امام عاشور كان بيلاعب الهلال السعودي بجلاله قدره لوحده. اتفرج بس على الماتش ده هتعرف ان اللي بيلعب في الاهلي دلوقتي ده مش امام عاشور اللي كان في الزمالك، ده حاجه جديده خالص. لو احنا مش مصريين كنا قلنا ده خد توأم او واحد شبهه ومسمينه امام عاشور. فانت ما تجيش تقول لي تربيته عندك غير تربيته عندي، يعني هو عندك بقى ايه؟ بقى امام جامع يعني مثلا؟ انتوا هلس وفريق هلس واعلام هلس والدنيا عندكم باظت وبقيتوا مستباحين وكل شويه في مشاكل. واتفرج على الاهلي الفتره اللي جايه. احنا هنسيبكم؟ لا احنا مش هنسيبكم، احنا مثبتين، احنا هنوقعكم، احنا هننشر غسيلكم الوسخ زي ما الاهلاويه دلوقتي بيطلعوا ينشروا غسيلكم الوسخ. اتفرج على الشيف جمعه بيبهدلكم ازاي ومحدش من الاعلام قادر يفتح بقه. اتفرج على الصحفي اللي انتوا طردتوه بسبب مشكله امام عاشور مع عمر كمال، ماسككوا فشخكوا محدش قادر يفتح بقه. اتفرج على كهربا واللي عامله فيهم ومش قادرين يمشوه ولا قادرين يفتحوا بقهم فيه ولا قادرين يقولوا له تلت التلاته كام. ليه؟ لان ده لو مشي انتوا فاهمين هيعمل فيهم ايه. فانت اشترك في القناه، فعل الجرس واستناني، وكل شويه كارثه من كوارث النادي الاهلي. سلام عليكم.